الترحيب بحضراتكم، وايضا برحب بضيفنا الكريم اللي بقالنا كتير ما شفناهوش، وسعداء النهارده انه يكون معانا ويعود مره اخرى لزيارتنا هنا في استوديوهات نايل سبورت، الصحفي والناقد الرياضي المميز دائما الاستاذ رامي رجب، الصحفي والناقد الرياضي بالدستور. اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ، منورنا. سعيد ان اكون موجود معاك والله، يعني عزيز علينا شفتك يعني على راسي والله يا استاذ حسام. سعداء بوجودك معانا. غالي الله يخليك. واستاذ علياء وكل الناس كلهم اخواتي. كلنا سعداء بوجودك لانك من الصحفيين مميزين جدا واللي ليهم يعني طاوله وبصمه ومتميز في معلوماتك. انا حتى قلت يعني مش هطول في الاخبار كتير لانه حصيله الاخبار عند الاستاذ رامي اكيد انها هتكفي، لكن انا عايز ابدا معاك من نقطه قبل الحدوته دي كلها. بالليل في وقت متاخر بدات وحتى الصباح بدات تنتشر شائعه، والحمد لله ان هي مش حقيقيه، عن الكابتن حسن شحاته. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويقوم بالسلامه لمصر كلها. وانا اعلم ان حضرتك يعني قريب من كابتن كريم حسن وتابعت معاه التفاصيل بالامس. طمنا على الكابتن حسن شحاته. يعني الموضوع كان صعب جدا امبارح، انا لقيت حوالي اتصالات كتيره جدا بيتصلوا بيا، عارفين طبعا ان انا قريب من الكابتن كريم جدا وقريب من الكابتن حسن. اتصالات عديده، ده في اخبار على الفيسبوك بتشير ان في خبر وفاه الكابتن حسن شحاته، والواحد صراحه زعل يعني. حتى انا كلمت الكابتن كريم، اتصالات غير طبيعيه كمان، انا تلقيت اتصالات غير طبيعيه. حتى الناس دخلت على صاحب الصفحه دي قالوا له حرام عليك، يعني الراجل عايش، ما ينفعش تكتب كلام زي ده. وقعد سايب البوست بتاعه فتره طويله جدا. والمشكله ان في ناس كتير نقله البوست، ما هو بقى الخبر كانه السوشيال ميديا بتنقل من بعض من غير ما يعني انا اصل بالاخر السوشيال ميديا معظمها بالصحفيين، فهينقل مش هيتاكد. انما انا واحد زيي انا ممكن اتاكد من مصادري، حضرتك انت راجل اعلامي تقدر تتاكد. انما اصحاب السوشيال ميديا ما عندهمش ارقام مصادر عشان يتاكدوا منها، فبالتالي بيتم نقل الخبر. الخبر ده عمل ازمه كبيره جدا. كابتن حسن الفتره اللي فاتت الحمد لله قعد في المستشفى حوالي ما يقرب من شهر ونص، خضع لعمليه كبيره لمده 14 ساعه، استغرقت 14 ساعه. قعد بعدها في المستشفى حوالي 10 ايام او 15 يوم، رجع لبيته والحمد لله الامور مستقره طبيا وبيتعالج دلوقتي. والحمد لله كابتن حسن شحاته يعني الحمد لله اموره الطبيه افضل من الاول، ولكن انت عارف عمليه كبيره فمحتاجه شويه نقاهه، ولسه بيتعالج دلوقتي. فاي خبر زي ده بيعمل قلق لاولاده وبيعمل قلق لنفسه. هو راجل برضه اكيد متابع على السوشيال، فبيبقى بيزعلان جدا. وانا مش عارف الناس دي، يعني انا مش عارف بتوع السوشيال اللي بيصدروا ازمات لبيوت وقاعدين ناس. هو عايز يعمل ريتش معين، عايز بالك انت معظم الاشاعات دي بتيجي على الناس اللي تعبانه. تلاقي واحد تعبان ودخل المستشفى تبدا بقى اشاعات عشان يقرب من الناس من يخليهم يصدقوا. غلط. وبعدين يعني نفس الصفحه دي برضو لقيت بوست تاني بعدها بساعتين بالكابتن حسن برضو قالوا على احد الاعلاميين ان هو توفى. اظن الاستاذ ابراهيم عيسى كان حد اتكلم يعني انا صراحه يعني الموضوع صعب جدا، ولكن الحمد لله الكابتن حسن شحاته طبيا كويس الحمد لله وصحته كويسه وبيتعالج دلوقتي. كابتن حسن شحاته قيمه وقامه كبيره جدا، واحد من افضل المدربين اللي جم تولوا قياده المنتخب الوطني، حقق انجازات من الصعب ان حد يحققها. فيا ريت السوشيال ميديا تهدى شويه، ويا ريت ما نكتبش خبر بالذات في اخبار الوفاه دي الا ما نتاكد مليون في المية ويطلع المواقع الرسميه تطلع، يبقى انت بعد كده عاوز تاخد الخبر يبقى انت خدته من موقع رسمي. ربنا يطول في عمره، والحمد لله انه برضه احنا بنطمن عليه. كابتن كريم كان زعلان جدا امبارح، زعلان جدا جدا. انا بكلمه ده احنا زعلنا، يعني احنا اللي بنحب الكابتن حسن شحاته كلنا زعلانين من الكلام الفارغ. رد عليا مثلا بعدها بحوالي ساعه، قال لي انا من ساعه ما انترنت عليه انا مش عارف اكلمك. لقيته بيكلمني بيقول لي تليفونات عديده من جوه مصر ومن يعني شوف الخبر. يعني كابتن حسن كمان مش محبوب، انت عارف مش داخل لا ده العالم العربي كله طبعا والامارات كل الخليج بتعشق كابتن حسن شحاته. ده الفيفا بتقدر كابتن حسن شحاته. انت فاكر في كؤوس العالم اللي كان بيتم استضافته كواحد من ايقونات وفي افريقيا كذا مره اتصالات غير طبيعيه. كان زعلان جدا ويعني انا اتمنى الاخبار اللي تنزل دي يبقى فيه اجراء قانوني عشان الناس يبقى فيه حد ان شاء الله للموضوع باذن ربنا يعفي عنه ويشفيه ويخليه لنا. كابتن حسن شحاته قيمه كبيره وتاريخ كبير، وطول بطوله افريقيا دي واحنا عاملين نفتكره طبعا. ليه عندك مدير فني بيكرر تجربه كابتن حسن ان شاء الله باذن الله كمدير فني وطني، ثالث مدير فني وطني يلعب في بطوله افريقيا، هو الكابتن حسام حسن، وعارف كويس يعني ايه قيمه الاسم مصر وعلم مصر وشعب مصر. وبالتالي احنا كابتن حسن شحاته بانجازاته الثلاثيه المتتاليه في 6 و8 و10 بتخلي الكابتن حسن طبعا يعني مدرسه لوحده وقيمه لوحده. الكابتن حسام حسن في المغرب راحوا طنجه
وطنجة ذات اجواء ماطره وجوها مناخها شويه يعني شتوي اكتر من اجادير. اجادير لطيفه شويه وعلى البحر، وبالتالي بينتظروا النهارده مواجهه السنغال على ملعب السنغال عارفاه وبتلعب عليه، وبالتالي مش غريب عليها يعني. انت اللي غيرت الملعب بعد مباراتك الستة الماضيه في اجادير. ايه الاخبار اللي جايه لنا من هناك من طنجة؟ التدريبات، الاستعدادات، الظروف المحيطه بمباراه الليله. يعني هي مباراه صعبه على كلا المنتخبين، سواء المنتخب المصري او المنتخب السنغالي. الكابتن حسام حسن شاهد عده فيديوهات لبعض عدد كبير من مباريات السنغال عشان يحط ايده على نقاط القوه والضعف. المنتخب السنغالي انا شايفه فنيا منتخب قوي، ولكن ليس بقوه المنتخب الكوديفواري. المنتخب الكوديفوار منتخب قوي جدا، عنده مجموعه من اللاعبين افضل من السنغال، ولكن يمكن بس ينقص كان منتخب الكوت اللي هو ما عندهمش الخبرات الكافيه. ممكن عدد من اللعيبه 22 و23 سنه. منتخب السنغال بيتميز بالخبره، بس الخبره دي ممكن يبقى مثلا عندك كلوبالي تقدر اللي انت تتعامل معاه كابتن محمد صلاح، او مرموش ان هو بسرعته يقدر يضرب الخط الدفاع. فالكابتن حسام حسن احنا احترمنا الكوت بشكل كبير جدا، فكنا الافضل. ربنا كرمك يا استاذ حسام اللي انت جبت جون بدري في مباراه كوت ديفوار، خليتك تتحكم في الجيم بشكل كبير جدا، اللي انت تتقدم على منتخب كبير وتقدر تقفل. الميزه حتى بتاعت منتخبنا في البطوله دي ان هو بيقدر يقفل دفاعيا بشكل كبير جدا. يعني تكتل دفاعي من شفنا الادوار الدفاعيه لصلاح نفسه. يعني صلاح كمان يعني الماتش اللي فات ومرموش بيدافعوا وبيقاتلوا. وخلي بالك الفوز بيخلي اللعيبه حتى اللي مش عاوزه تجري لا هتجري. قريبين. محمد صلاح محتاج البطوله دي، مرموش محتاج البطوله دي. طبعا كانوا ما بيلعبوش اساسيين في الدوري الانجليزي الفتره اللي فاتت دي، فعاوزين يثبتوا لانديتهم ان هم لعيبه كبيره، وهم فعلا لعيبه كبيره. عندك ال 11 لاعب اول مره يشاركوا في البطوله دي. 11 لاعب في منتخبنا اول مره، منهم رامي ربيعه. الناس بتستغرب رامي اول مره. رامي ربيعه يشارك في بطوله الامم الافريقيه. فكل كابتن حسام حسن عاوز يحقق البطوله دي لاعبا ومدربا. طبعا. انجاز بالنسبه له ان انت توصل كاس عالم مع كمدرب وتوصل كاس عالم 3 مع المنتخب. مع المنتخب فهو عاوز يحققها كمدرب. الكابتن حسام حسن انا يعني الفتره اللي فاتت كنت ببقى الى حد ما متحفظين على كابتن حسام حسن انه بيرد في المؤتمرات الصحفيه برد عنه. هو رد دلوقتي الناس كلها سكتت. هو رد في الملعب، وده اللي كان مهم. حتى المؤتمر الصحفي بتاع امبارح كان فيه كلام منطقي جدا. هو بدا يهدى. الفوز خلى فيه استقرار. الفوز حتى استاذ حسام بيخلي المشاكل، لو عندك مشاكل بتقفل عليها. يعني مصطفى محمد ما بيلعبش بشكل اساسي، ساكت. الفوز بيسكت. زيزو ما بيلعبش بشكل اساسي. امام عاشور لما خرج في اول مباراه ما كشرش في مباراه زيمبابوي، قعد تقبل الموضوع. كان الجون اللي جه كان قاعد يتنطط. معظم ماتشات التدريبات منتخبنا بتلاقي محمد صلاح مع الكابتن حسام حسن كده بيلف في الملعب، ودي روح كويسه جدا. والروح دي اللي خليتك تروح في حته ثانيه، اللي خليتك في توفيق. في توفيق. التوفيق ما بيجيش الا للناس اللي بتتعب. هدوء معسكر. الناس صلاح بعد الماتش اللي فات بتاع كوت ديفوار قال لك افضل معسكر، من احلى معسكرات، وعمره ما احلى المعسكرات اللي انا عشتها في حياتي. حسام حسن اتبسط من الكلام ده قوي، عشان كان انت عارف كان في الى حد ما الناس بتتدخل شويه ان في ازمه ما بين صلاح وما بين الكابتن حسام حسن، ولكن في النهايه قدر الكابتن حسام حسن يرد ورد بشكل قوي جدا. انا كان بالنسبه لي الاختبار الحقيقي في هذه البطوله المباراتين، مباراه جنوب افريقيا ومباراه كوت ديفوار. كان اختبار. الناس كانت بتتكلم ان احنا منتخبنا لا في قبل البطوله ما قابلش منتخبات قويه. الشكل الاداء ما كانش افضل حاجه لمنتخبنا، ولكن كان بيتدرج. وخلي بالك يا استاذ حسام 24 مباراه خطا الكابتن حسام حسن مع المنتخب، لم يخسر مباراه رسميه حتى الان. ايوه ودي حاجه تحسب له. طبعا. ان نقابل منتخبات قويه ضعيفه دي حاجه تحسب له. صح. خسر مباراتين بس، في مباراتين وديتين قدام اوزبكستان وقدام كرواتيا. انما قدر يفوز ويتعادل في بعض المباريات ويفوز في بعض المباريات، فده انجاز يحسب له. الكابتن حسام حسن احترم كوت ديفوار بشكل كبير جدا. اللعيبه داخله مركزه بشكل كبير جدا. قدرنا الحمد لله اللي احنا ناخد الجيم من بدري قوي، قدرنا اللي احنا نفوز في هذه المباراه. وده ادتك ثقه كبيره جدا ان انت تكمل المشوار. كل ما تفوز مباراه بيديك ثقه. فزنا في مباراه زيمبابوي، وهناك كان نقاط تحول في مشوار منتخبنا. الهدف الاولاني بتاع زيمبابوي اللي هدف الفوز ده خلاك تدخل مباراه جنوب افريقيا وعندك ثقه كبيره جدا. مباراه جنوب افريقيا طرد محمد هاني لم يؤثر عليك باي شكل. وقدرت ان انت تفوز في هذه المباراه رغم النقص العددي. دخلت مباراه انجولا وانت بالبدلاء ما خسرتش. مباراه بنين بعد كده، مباراه كوت ديفوار كلها مؤشرات وعلامات اللي نتاكد اللي احنا منتخبنا ان شاء الله
منتخب كبير يقدر يوصل للمباراه النهائيه. ولكن هنتكلم على فنيا، المباراه صعبه على منتخبنا، صعبه جدا طبعا. مفيش مباراه توصل لقبل النهائي الا لما يكون هتقابل منتخب قوي. انت عندك حافز وعنده حافز، عنده هدف ان هو يوصل للمباراه النهائيه، عنده هدف. الناس كتير بس في نغمه كده ان هم كعبوهم علينا. لا، احنا لو شفنا تاريخ مواجهات منتخبنا المصري مع السنغال هتلاقي في فرق. انت لعبتهم 16 مره، فزت 8 مرات وتعادلت 4، هم فازوا 4. يعني اصلا بس عدد الناس اهدافك في مرماهم اعلى من بس الناس فاكره، بس الناس يعني في افريقيا، بس افريقيا وتصفيات كاس العالم، فالناس مركزه. انت افضل بشكل كبير جدا. لو كابتن حسام حسن قدر يتعامل مع مباراه اليوم بنفس الاداء بنفس الروح، وخلي بالك الروح دي كانت غايبه عننا بقالنا فتره طويله. ايوه بالظبط. يعني انت ممكن تكون لعيب كبير جدا ولكن ما عندوش روح، فدي كانت بتاثر عليك. لا صح. انا شايف روح كبيره في الملعب، اللعيبه كلها عاوزه تحقق حاجه مع منتخبنا. الكابتن حسام حسن كان بيفكر ازاي الفتره اللي فاتت؟ كان بيفكر في 2 سيناريوهين لهذه المباراه. لا، يبدا بالتشكيله الاساسيه اللي بدا بيها مباراه كوت ديفوار، لا اما يغير في مركز وحيد، يبدا بتريزيجيه في وسط الملعب على حساب عبد المجيد، ويرجع حمدي فتحي من مركز 6 يلعبوا في قلب الدفاع. يعني هو جرب الطريقتين الفتره يعني امبارح خد مران بنفس التشكيله الاساسيه، وجزء من مران لعب تريزيجيه، ولكن استقر الكابتن حسام حسن قال لك مبدا كده اللي تغلب بيه العب بيه. طبعا. فانت كنت مقفل دفاعيا، كنت افضل فنيا، ومنتخب كوت ديفوار من المنتخبات القويه. فالكابتن حسام حسن استقر بشكل كبير ان هو يبدا بنفس التشكيله الاساسيه لمباراه كوت ديفوار، واعتقد دي افضل تشكيله انت لعبت فيها، كنت فايق فيها. وكل اللعيبه حتى اللي كانت متخوفه عندهم ثقه كبيره في تحقيق الفوز. ولكن نبدا خطوه خطوه. كابتن حسام حسن ده التشكيله اهو قدامنا، يعني اذا كانت هتبقى الصوره الشناوي قدامه ياسر وعبد المجيد وحسام المجيد ورامي ربيعه، محمد هاني، مروان عطيه، حمدي وفتوح، عاشور قدامه صلاح. هي دي التشكيله يعني دي افضل تشكيله دلوقتي. تريزيجيه بس انت عارف كانت عنده اصابه، فالمباراه اللي فاتت ما لعبش بشكل اساسي. ولكن في النهايه الحمد لله منتخبنا قدر يحقق فوز غالي على المنتخب الايفواري. وده بيعمل لك، بتخلي بالك كل ما تفوز في مباراه ده بيخلي الفريق المنتخب اللي هيقابلك بيعمل لك حساب وبيخاف منك. والرهبه دي ممكن ترهب بعض اللعيبه، يعني الرهبه المنافس اللي انت تخوفه وانت رايح محقق نتائج ايجابيه في جميع مبارياتك، ما خسرتش ولا مباراه. فدي بتديك ثقه كبيره. هم عندهم كل ال يعني كل المنافسين بتوعك او كل النجوم او اي محلل يقول لك المنتخب المصري ممكن ما يكونش الاقوى، لكن هو بيعرف يواجه الاقوياء. يعني عنده القدره على انه يكسب باللعب الجماعي والروح اللي عندهم. البطوله دي البطوله لو انت بتكلمني انا محتاج نتيجه فيها، مش محتاج بالظبط كده. انت متعطش. ما بقول لحضرتك يعني الفكره ان الفنيات ممكن تكون في قوه كبيره. المنتخبات الثانيه ال 20 لعيب محترفين، بس احنا رحنا ب4 فرص في مباراه كوت ديفوار احرزنا منهم 3 بالظبط كده. فاحنا هدفنا في الاخر انت بتعرف تلعب الكبير. هي دي يعني دايما نقول لك احنا مع المنتخبات الصغيره او الضعيفه شويه او الغير متوقع نتائجها بتبقى صعبه علينا. لكن المنتخبات القويه جدا بالنسبه لنا ليه احنا طريقه الكابتن حسام حسن هي طريقه دفاعيه الى حد ما. ما بيهاجمش بشكل شرس، هو بيعتمد هو عنده 2 لعيبه بينفذوا له الخطه دي، اللي هو محمد صلاح ومرموش. ان هو بيعتمد على الهجمه المرتده او الكرات الطوليه من وراء خط الدفاع. وده احنا شفنا انفرادات كتيره لمنتخبنا في البطوله دي من الكرات الطوليه، سواء من امام عاشور، من رامي ربيعه، من عدد كبير من اللاعبين. قدرت انت يعني الاثنين لعيبه دولت منجحين الخطه بتاع الكابتن حسام حسن. هو بيقفل دفاعيا. خلي بالك يا استاذ حسام، الناس مش مركزه، ال4 اهداف اللي دخلوا فينا في البطوله كلها من كرات عرضيه، مفيش اختراق دفاعي. فده بياكد ان انت عندك قوه. وخلي بالك انا لو مباراه كوت ديفوار لو استمرت الاشواط اضافيه ما كانش هيحصل منك الهدفين اللي دخلوا دول الا من كرات عرضيه. صحيح. كان في ليه الانتشار كان عاجبني قوي، الانتشار بتاع المنتخب. لو اللعيب عدى بتلاقي التاني ضغط عليه وقفل كويس وعلى طول وقافل، وانت كنت مسيطر على المباراه. فاحنا ما يهمناش الشكل الجمالي دلوقتي، احنا عاوزين بطوله نتيجه طبعا. والكابتن حسام حسن برضو نقطه ايجابيه بالنسبه له، العقد اللي كان موقع ما بينه وبين الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره السابق. لازم ان انت توصل للدور قبل النهائي عشان تستمر مدير الفنيه للمنتخب المصري. ده عقد رسمي موجود. ده موجود. موجود. ده العقد اللي كان موجود. فبالتالي الكابتن حسام حسن ضرب كام عصفور كده بحجر واحد. اللي انت توصل ان الناس كلها تساندك وتدعمك، وكان حتى اللي مختلف معاه بدا يدعم الكابتن حسام حسن.
كان متخوف، خلي بالك الكابتن حسام حسن كان متخوف الفترات اللي فاتت ان هو ما يكونش مدير فني لمنتخبنا المصري في كاس العالم. فدي كانت مزعلاه قوي وكان خايف. رامي احنا كنا زعلانين اساسا ان احنا كنا افتقدنا المنتخب. يعني انت قاعد بقالك كام سنه بتقول ما عنديش منتخب. صحيح. زعلان، الناس ما بتتابعش، الناس ما بتروحش استاد، الناس ما بتتابعش الكوره، الماتش يجي في التلفزيون الناس ما تتفرجش عليه. صح. لا القصه اختلفت، الناس حست انه المنتخب رجع تاني. حتى يعني هقول لك على حاجه، لا قدر الله يعني لا قدر الله يعني لعبت على الثالث والرابع، الناس مش هتبقى زعلانه. لا خالص. صدق. يعني رغم ان احنا عايزين احنا يقين في الله ان شاء الله هنكسب ان شاء الله وناخد البطوله، لكن فعلا في احساس عند الناس، الجماهير عندها رضا مظبوط يا استاذ. ده الناس كانت قلقانه، ما كانتش متوقعه ان انت ممكن توصل للمراحل دي، اللي انت تفوز وتوصل للدور قبل النهائي، ما كانش حد متوقع. وخاصه كمان كان في ضغوط كبيره جدا بعد منتخب مصر في كاس العرب. كان في حمل كبير على الكابتن حسام حسن وحمل كبير على اتحاد الكره بشكل كبير جدا، ان هم لازم يحققوا حاجه. الجماهير كانت زعلانه جدا طبعا، فكان عندهم ضغوط كبيره جدا، والكابتن حسام حسن كان عارف كده. ف يعني معظم الناس اللي كانت بتشكك في قدرات المنتخب الوطني ان احنا ممكن نوصل كتاني او ثالث في مجموعتنا كافضل توالد، وممكن نخرج من دور ال16. ده كان كل كل الانباء وكل الاخبار وكل التوقعات وكل حاجه كانوا بيقولوا كده. ولكن كابتن حسام حسن تعامل مع كل مباراه على حده. وكان انا بالنسبه لي انا هدف منتخب مصر في زيمبابوي بتاع محمد صلاح ده اداني نبره امل كده ان ربنا بيديك حاجه كده في اخر المباراه اللي انت لسه هشاور لك اقول لك فوق. هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل ده كله. ربنا عايز يفرح الشعب ده ويفرح الناس كلها ويقول لهم يعني ايه، لا يعني خلي عندكم يقين في الله سبحانه وتعالى. ودي كانت نقطه الحمد لله. وخلي بالك اي منتخب او اي فريق لازم من ماتش جنوب افريقيا العمليه بدات تفوق عندك بشكل كبير. يعني التوفيق لازم يكون في توفيق عشان تقدر تفوق. ممكن تلاقيك انت منتخب كويس جدا وخلي بالك التوفيق ما بيحالفش الا الناس اللي بتتعب، الناس اللي بتحب بعضها. الناس اللي من جوه غرف المغلقه بيحبوا بعض. خلي بالك حب اللعيبه لبعضها وقربها من بعضها ده اداهم حافز كبير جدا ان هم عاوزين يحققوا حاجه. طب كابتن حسام عنده برضو تخوف من 6 انذارات عنده في المنتخب، واللعيبه مش قليله، حمدي فتحي، فتوح، مروان عطيه، رامي ربيع، حسام مجيد والشناوي. المحاذير اللي ممكن تكون موجوده في هذه المباراه على هؤلاء اللاعبين. هو كان قبل المباراه اللي فاتت كان في 4 لعيبه زادوا 2 في الماتش اللي فات. هو طبعا يعني الشناوي خدها اكيد انت بتفكر برضه. بس هو كابتن حسام حسن بيتعامل مع المباراه كل مباراه على حده. ميزه المنتخب يا استاذ حسام في هذه البطوله ان انت عندك دكه بدلاء كويسه وتجربه. يعني عندك من اول حراسه المرمى عندك مصطفى شوبير تقدر تلعب بيه، مطمن، عنده ثقه، قدم مباراه من افضل مباراته في مباراه انجولا ما شارك اما اتصاب. واحنا كجمهور لو شفنا شوبير مش هنبقى لا خالص، ده بالعكس على فكره هنبقى مطمنين. ده الناس كانت بتطالب الكابتن حسام يعني. صحيح مظبوط. وعندك محمد حمدي لما اتصاب ربنا يعني يشفيه ويعافيه الفتره اللي جايه، اصابه رباط صليبي فتره طويله، سافر لالمانيا سافر وبعدين هيغيب كاس العالم. فدي كانت حزه في نفسيته شويه ان انت مش هتلعب كاس عالم. لقينا فتوح الحمد لله. اي اصابه او اي لاعب، عندك زيزو بره، عندك لعيبه، امام عاشور ما كانش بيلعب بشكل اساسي، بدا دلوقتي بيلعب بشكل اساسي. فدكه البدلاء قويه. ولكن اكيد غيابات ممكن تؤثر في المنتخب، ولكن ثقتنا في اللعيبه، ثقتنا في اللعيبه اللي موجوده، دكه بدلاء قويه جدا 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 قدرت تتعامل معاه. والكابتن حسام عمل ميزه كمان ان 28 لاعب مسافروا معاه، لاعب 26 لاعب. يعني حتى في المباراه الوديه ادى فرصه لعدد كبير من اللعيبه اللي ما كانتش بتشارك بشكل اساسي. فدي هتديك يعني اداك الرهبه. حتى اللعيبه اللي اول مره يشاركوا بعدوا عنه الرهبه شويه ان انت بتلعب بطوله افريقيا. ثانيا كان اهم نقطه برضو الجمهور المغربي خلاك تدخل البطوله بدري. المسانده الجماهيريه من اول مباراه والدعم الجماهيري من اكادير والجماهير المغربيه خليتك تلعب اكنك بتلعب في مصر. وميزه كمان يا استاذ حسام الناس مش واخده بالها منها، اللي انت بتلعب في اجواء زي مصر بالظبط. ما بتلعبش في دوله افريقيه بقى جو الرطوبه العاليه وساعه 2 الدور في جو لطيف. فده ادى برضو يعني خلى منتخب مصر فايق بشكل كبير جدا. الحمل البدني الحمد لله شايفينه بشكل افضل مع منتخبنا، ما فيش تاثير. ولكن اكيد هيبقى في حذر من اللعيبه دول، اكيد يبقى في تعليمات ان ما يكون في حذر. بس انا اخشى ان الحذر ده يعني لو كوره هتدخل فيها بشكل قوي ما هو ده اللي لسه هقوله لحضرتك، ممكن يبقى اللعيب المحاذير دي بقى الحذر ده. هو اللعيب نفسه يلعب، لا اما ربنا كرمنا وباذن الله ربنا او انه المنافس بتاعك يحطك في المواقف الصعبه دي. ممكن، وارد جدا. وارد. بص اكيد كل واحد مدير فني بيدرس
كل حاجه من الالف للياء. عندك محلل اداء، عندك مدير فني، عندك يقول له اللعيبه دي ركز عليها، وقعها في غلط ياخد طرد ياخد كذا. لا حتى لو خلاص هو هيغيب عن المباراه، سواء بقى ربنا يكرمك وصلت المباراه النهائيه او الثالث ورابع، فدي اكيد اللعيبه بتفكر فيها. ولكن في النهايه ان شاء الله باذن الله منتخبنا يكرمنا النهارده في هذه المباراه وناخدها خطوه خطوه. الكابتن حسام حسن ما اعتقدش ان هيفتح الجيم. الكابتن حسام حسن هيلعب برده بنفس الطريقه اللي كان بيلعب بيها الماتش اللي فات، مقفل دفاعيا ويعتمد على الكرات الطوليه او مهارات او سرعات. يجيب لنا جون بدري كده زي بتاع الماتش اللي فات ده، يبقى هايل يعني، او محمد او اي لاعب او اي لاعب. انا قصدي يعني يجيب لنا جون بدري. امام عاشور يجيب جون والله. امام عاشور لاعب مهم جدا وله تاثير ايجابي على منتخبنا. امام بعد البطوله دي هيبقى في كلام عليه كتير. لا طبعا امام لاعب كبير يعني، ما فيش حد. بص احسن لاعب في مصر من وجهه نظري دلوقتي هو امام عاشور. هو بس الاصابات الفتره اتصاب كتير فبعد عن الملاعب كتير، ولكن في عروض خليجيه عروض. بص امام عاشور عنده ميزه، لعيب صغير في السن، لعيب سرعاته عاليه جدا، لعيب بيقدر ذكي تلعبه في اكتر من مركز. ممكن يلعب باك يمين، ممكن يلعب 6، ممكن يلعب 8. لعيب شويط، رجله الاثنين تسديداته سواء باليمين او رجله الشمال تسديداته قويه جدا. فلعيب مهم في منتخبنا، ولما خد الثقه وخد المباريات وخد بدا نشوف امام عاشور. والكابتن حسام حسن عنده ثقه فيه كبيره جدا، واداله في اول مباراه ان هو حتى ما كانش موجود بشكل اساسي الفترات اللي فاتت، ولكن الثقه الكبيره للكابتن امام عاشور والكابتن حسام حسن ادوا له ثقه كبيره جدا. فامام عاشور من اللعيبه المهمه. فانت اكيد سيناريو المباراه انت مش هتفتح خطوطك قدام منتخب السنغال. منتخب السنغال مدجج يعني، جايب 11 هدف في هذه البطوله. فعنده قوه هجوميه كبيره. دخل في هدفين، احنا احرزنا 9 اهداف، دخل في مرمانا 4. فهو من الناحيه الدفاعيه ومن الناحيه الهجوميه هو افضل طبعا. لو بنتكلم على نتائج هو افضل. ولكن الكابتن حسام حسن يعتمد على التكتل الدفاعي بشكل كبير جدا، يقدر يقفل. اصعب مباراه اظن خدها مع مالي يعني، هو ما كانش مالي من المنتخبات القويه اعتقد. مالي كان قريب وكان ممكن يفوز على المنتخب السنغالي، ولكن في النهايه كابتن حسام حسن درس خصمه كويس جدا. واعتقد والفيديو اللي هو انتشر في الساعات الاخيره اللعيبه حتى في جيبها هم قصدهم ان البطوله في جيبهم. هم مش منتخب مصر. ما فيش مدير فني او لعيبه هتستفز منتخب اللعيبه بالشكل ده. استحاله حتى لو يقول لك كابتن حسام حط الفيديو ده ما هو بقى اداه للعيبه وعرض لهم الفيديو برضه بتاع كاس العالم والفيديو بتاع عشان يحفزهم. هم كابتن يعني ميزه محمد صلاح ان هو عامل اجتماعات مستمره مع اللعيبه، بيحفزهم بشكل كبير جدا. هو دور القائد يعني. دايما لما اكلم حد كابتن حسام النهارده قعد مع اللعيبه، وصلاح قعد في جلسه مع اللعيبه، وفي اتصالات وفي دعم كبير جدا، وعندهم عاوزين يحققوا البطوله. خلي بالك من 2010 احنا بقالنا وصلنا في بعد 2010 نهائي بطوله افريقيا مرتين لم يحالفنا التوفيق. فده انجاز. كل اللعيبه عاوزه تحقق البطوله دي اول مره. كابتن حسام حسن زي ما بقول لك كده عاوز يحققها كمدرب، ونفسنا اللي احنا خلاص يعني نفسنا نفرح. ولكن في النهايه شكرا لكل لاعبي المنتخب على الاداء الرجولي اللي قدموه في الماتشات السابقه. واتمنى النهارده ان شاء الله اللي احنا نتاهل ونوصل للمباراه النهائيه. وانا من وجهه نظري الحمد لله اللي انت ما قابلتش في قبل النهائي. بص هم بيحطوا في جيبهم قال هم قصدهم البطوله في جيبهم يا جماعه. خلينا نحسن النيه. هم لا هو في اتصالات حصلت من الزملاء بمسؤولين في الاتحاد قال لك لا يعني مش قصدنا منتخب مصر. وبعدين هم لعيبه كبار يعني اكيد مش هيعملوا حاجه زي كده. بس ان شاء الله يعني يومهم هترجع فاضيه ان شاء الله. والله ربنا يكرمهم ان شاء الله. يشتغلوا على الثالث ان شاء الله. يعني احنا بندعو لهم ان هم ربنا يوفقهم ويلعبوا على المركز الثالث. خلي بالك يا استاذ حسام انت ربنا كرمك كمان اللي انت ما بتقابلش المنتخب المغربي او النيجيري في الدور قبل النهائي. المنتخب السنغال فنيا ممكن المنتخب المغربي ما قدمش المستويات الافضل حاجه في البطوله، ولكن بيقدر يفوز. هو معتمد على مهارات فرديه، كنا مبسوطين من الحضور الجماهيري والمتابعه من اجادير اهل طنجه هيكونوا برضو متواجدين. اكيد المغرب انا قعدت في طنجه فتره طويله. قعدت 15 يوم كان عندي تغطيه هناك لاحد البطولات. بيحبوا المصريين جدا المغرب كلها اول ما بيسمعوا صوره اللهجه المصريه بتلاقيهم رايحين عليهم. بيحبوا المصريين جدا. فاكيد هيبقى في دعم، اكيد هيبقى في دعم ان شاء الله لمنتخبنا. وان شاء الله ناخدها خطوه خطوه يعني. فاضل خطوتين ان شاء الله. فوزنا في المباراه احنا انا يعني لو خسرنا حتى لا قدر الله في المباراه ان وصلنا، لا كابتن حسام حسن عمل اللي عليه. وزي ما قلت لك كده الحمد لله ميزه اللي انت او النقطه الفعاله اللي انت مش هتقابل منتخب المغربي في قبل النهائي او المنتخب النيجيري. المنتخب النيجيري منتخب قوي جدا، وماتش النهارده صعب جدا جدا. والمنتخب المغربي
بالدعم الجماهيري بيقدر يفوز في المباراه، ما بيقدمش يعني الشكل الجمالي. نيجيريا هيبقى ماتش برضه ممتع. فالحمد لله اللي انت ما قابلتش احد المنتخبين دول. منتخب السنغال انا شايفه فنيا انت تقدر تتعامل معاه وتقدر تفوز على منتخب نيجيريا منتخب مرعب، منتخب صعب جدا ان انت تقدر تتعامل معاه، فريق فايق قوي في البطوله. المنتخب المغربي هيبقى المباراه صعب عليه، مش مباراه سهله. انما انا بتكلم فنيا منتخب السنغال اقل فنيا من المنتخبين دول. ان شاء الله ان شاء الله نقدر نفوز يعني نلعب يوم الاحد ان شاء الله. ان شاء الله. هل في نيه ل جماهير مصريه ترحل الى المغرب ان شاء الله؟ ان شاء الله في دعم، في استقرار بشكل كبير جدا ان هيتم سفر بعض الطائرات للمغرب لمسانده الجماهير. كان المفروض تتعمل في قبل النهائي ولكن تم تاجيل القرار. في تواصل طبعا ما بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه اللي بيبذل اقصى جهد ومتواصل بشكل كبير جدا وبيدي دعمه دايما للمهندس للعيبه وبيكلم اللعيبه ودعم الجماهير ودعم من ان هو بيدعموا ان هم يقول لهم الجماهير منتظركم. والمهندس هنا بوريده في تواصل دلوقتي ما بين الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والمهندس هنا بوريده. وان شاء الله وفقا لمعلوماتي ان في ممكن يبقى في دعم جماهيري رحلات تتجه للمغرب باذن الله. ممكن يوم الجمعه، ممكن يوم السبت، في كلام ان ممكن تبقى الجمعه كمان لدعم المنتخب المصري. بس هو يوصل للمباراه النهائيه. هو كان القرار من قبل النهائي ولكن تم تاجيل القرار ده لحد ما ان شاء الله نفوز النهارده ويوصل منتخبنا للمباراه النهائيه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله هنسعد باذن الله النهارده بالليل ونبارك لبعض، ويوم الاحد ان شاء الله يكون منتخبنا بيلعب مباراه نهائيه مع المغرب ونكسب المغرب ان شاء الله. برضه ان شاء الله طبعا هم يفوزوا طبعا كل التوفيق، بس هنكسبهم ان شاء الله. يعني هي هتبقى بس احنا ناخدها خطوه خطوه ان شاء الله. هي هتبقى المباراتين اللي جايين سواء قبل النهائي او النهائي هتبقى مباراه صعبه جدا. مباراتين بس ولادنا قدها ان شاء الله باذن الله. بعد ما احنا كده اتعشمنا خلاص يعني اللي حقق المنتخب يا رب عشمنا كبير اللي احنا يا رب ان شاء الله خير. استاذ رامي اسعدتنا بوجودك، شكرا لحضرتك، وان شاء الله لنا لقاءات دايما في الفترات اللي جايه ان شاء الله ونستفيد من معلوماتك واخبارك. شكرا يا استاذ حسام، انا كنت سعيد اني موجود معاك النهارده. شكرا لحضرتك استاذ رامي رجب الصحفي والناقد الرياضي. كمان بشكركم متابعتكم هذه الفقره وادعوكم لاستكمال المتابعه وحديث فني ايضا عن كره القدم ومشاركه منتخبنا اليوم امام منتخب السنغال مع الكابتن منصور حافظ نجم ولاعب الزمالك والاسماعيلي السابق. لحظات ونعود لحضراتكم بهذا اللقاء.